النقطة الأهم. والآن يعرض لنا لاري سيناريو الطريق السريع إلى الجحيم. gives us the highway to hell scenario now. Yeah. نعم، إذن هناك الكثير من الإشارات المتضاربة الصادرة من الولايات المتحدة. لو حكمنا على الأمر بالكامل بناء على خطاب دونالد ترامب ليس خلال الساعات 24 الماضية بل قبل ذلك، لكانت هناك الآن عمليات قصف نشطة وواسعة النطاق في إيران، لكنها ليست قائمة. وردت تقارير تفيد بوجود عدة طائرات بوسيدون B-8، وهذه طائرات تنفذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى جانب مهام أخرى. والسبب في تحليقها هناك هو أن إيران دمرت جميع الرادارات الأرضية الموجودة في قطر، في قاعدة العديد الجوية، وفي الكويت، وفي مختلف القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي، وفي البحرين عند مقر الأسطول الخامس. كل تلك الرادارات اختفت. الولايات المتحدة رميات فعليا، والطريقة الوحيدة للتعويض عن ذلك نشر طائرات مثل B-8. لذا رتم ذلك النشاط ميجات، ورأينا نشاطا ذا تمبر لطائرات C-17، وهي طائرات لنقل الشحنات، لكنها تستخدم أيضا لنقل الأشخاص الطبيين كما تعلمون والمصابين. لذا من المحتمل جدا أنها كانت تخرج مصابين من أماكن مختلفة، من الكويت أو من الأردن. إذن هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنا على تواصل مع، ولن أخوض في تفاصيل المصادر، لكن دعوني أضعها بهذه الطريقة. هناك أنشطة يفترض أن تجري في مقر القيادة المركزية في قاعدة ماكديل الجوية التي تبعد نحو 30 دقيقة بالسيارة عن مكاني. ثم هناك الأنشطة فيما يسمى القيادة المركزية للقوات الجوية أفسنت. القيادة المركزية هي المظلة العامة، ولديها فرعا للقوات الجوية هو أفسنت، وكان مقره سابقا في قاعدة العديد الجوية، ويعمل من مكان يسمى مركز العمليات الجوية المشتركة، وفي المصطلحات العسكرية يسمونه كاوك. لكن كاوك لم يعد موجودا في العديد لأنه كان يتعرض لقصف عنيف جدا، ولم يكن بإمكانهم إبقاء الأفراد على قيد الحياة أو ضمان سلامتهم. لذلك سحبت الولايات المتحدة الآن قيادة القيادة المركزية للقوات الجوية، وأصبح مقره في قاعدة شو الجوية بولاية كارولاينا الجنوبية. الآن إذا كانت الولايات المتحدة تستعد، أعني اليوم، لتصعيد عمليات جوية واسعة النطاق، فيفترض أن يكون هناك قدر هائل من الاتصالات والتنسيق المتبادل بين مقر القيادة المركزية في قاعدة ماكديل الجوية ومركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة شو الجوية. كل ما أستطيع قوله لكم هو أن هذا لا يحدث إطلاقا. لا يحدث. في الواقع كنت أظن أمس أنهم سيشنون الهجوم استنادا إلى بعض المؤشرات، لأن جميع السفارات كانت تغلق. كانوا يقولون اخرجوا من هنا فورا، وكان الإسرائيليون يتحصنون ويستعدون للأسوأ. لكنني نسيت ولم أخذ هذا في الحسبان، لوموني لأنني محلل سيء، أن ترامب كان يتحدث في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. حسنا، لم يكن ليطغى على رسالته بشن غارة قصف ضخمة قد تسفر عن خسائر أمريكية، لذلك تم تأجيل ذلك. لكن الأمر الآخر الذي شاهدناه خلال 36 ساعة الماضية هو أن العملة الأمريكية تواجه متاعب من ناحية سوق السندات، وسوق النفط أصيب الجنون الآن. هناك تدخل خارجي لمكبح الإيثانول، لكن الواقع الأساسي هو وجود نقص عالمي في الديزل ووقود الطائرات، ولا يوجد حل سريع لذلك على الإطلاق. ثم إن هذا يؤثر أيضا في سوق الأسهم. لذلك قد يكون مزيج من هذه العوامل
يضغط فعلا على ترامب من ناحية إدراكهم أنهم لا يستطيعون أن يقدموا له ضمانة بأنه إذا شنن هذه الضربات فستقضي على إيران وستمنحك سيطرة كاملة على مضيق هرمز وستستسلم إيران. والجنرال كين، وأعتقد أن هذا يحسب له، يعزز ما يقوله براد كوبر الأميرال في القيادة المركزية الأمريكية، وهم كما تعلم لا يريدون أن يخرجوا ويخالفوه علنا وبقوة، لكنهم يحاولون فقط أن يقولوا له إن ما يعتقد أنه قد يحدث قد لا يكون بالضبط كذلك. والعامل الآخر الذي علينا النظر إليه هو الصين، لأنها بالفعل عالقة في معضلة. لكنني أعتقد استنادا إلى ما عرضته للتو يا بيبي أن هذا يظهر أنهم يميلون إلى جانب إيران، والآن هذه هي معضلتهم. من جهة، وبما أن جزءا كبيرا من اقتصادهم يعتمد على بيع السلع لدول الجنوب العالمي، فهم يدركون أن إغلاق مضيق هرمز كارثة على الجنوب العالمي، وليست كارثة على الولايات المتحدة وأوروبا فقط، لذلك يريدون إعادة فتحه بأسرع ما يمكن. وفي هذا السياق لا شك أن إيران مستعدة تماما للتعاون مع الصين في ذلك، فأي سفينة تسجل وتقول نحن متجهون إلى دول الجنوب العالمي ونحن نقف مع الصين ستسمح لها إيران بالمرور، لن تكون هناك مشكلة في ذلك. لكن المشكلة هي الحصار الأمريكي والهجمات الأمريكية، ونتيجة لذلك تريد الصين فتح مضيق هرمز، لكنها لا تريد خيانة أمن إيران. ثم لديك اتفاق الدفاع الصيني أو اتفاق الدفاع بين باكستان والسعودية، وهو يحظى بدعم الصين. لكن السعوديين لأي سبب كان، وربما لم يكونوا هم، ربما كان الإسرائيليون، لست متأكدا، لكن ذلك الهجوم اللي وقع قبل أكثر من أسبوع في صنعاء واستهدف المطار، حيث كان الوفد الذي حضر مراسم جنازة علي خامنئي تعرضوا للهجوم عند عودتهم. ورد اليمن أنصار الله فهاجموا مطارين في السعودية، وبدأ أن السعوديين سيسمحون بمرور الأمر. ثم أعلن الحوثيون أنهم سيفرضون حصارا على شحنات النفط السعودية المارة عبر مضيق باب المندب، الذي افترض أن معناه بوابة الندب. بوابة البكاء. نعم. نعم، يا له من اسم شاعري، أحب هذا الاسم، رائع رائع. إذن فعلوا ذلك. ثم أمس قرر السعوديون ضرب الحديدة الميناء، ويقول السعوديون لكننا لم نلحق الضرر بأي من منشآت الميناء، لقد فجرنا فقط بعض الأشياء المحيطة به. حسنا، سأضعها بمصطلحات تقنية. الحوثيون لم يكترثوا إطلاقا بتفسيرهم، مفهوم؟ قال الحوثيون تريدون اللعب؟ فلنلعب. ليوجدان على ضرب جازان أن يسمور أحدث مصفات نفط في العالم، وهي تابعوا لأرامكو السعودي، والحوثيون دمروها تدميرا هائلا. And the Houthis blew the hell out of it. And it's estimated it's going to be at least 4 months. ومن المقدر أن الأمر سيستغرق 4 أشهر على الأقل قبل أن تعود تلك المنشأة إلى العمل، وهذه كمية كبيرة من الوقود لن تنتج أو تعالج. كانت هناك تقارير أولية تقول إن الحوثيين استهدفوا أيضا ينبع، حيث توجد محطتان رئيسيتان للنفط، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب، لكن يبدو أنهم لم يفعلوا ذلك، لأنني أعتقد أن الحوثيين يتريثون ويقولون حسنا، لقد ضربناكم الآن، هل تريدون الاستمرار؟ لأنكم إن أردتم الاستمرار فالموقع التالي سيكون ينبع، وإذا تعطلت ينبع فستواجه السعودية مشكلات كبيرة جدا. ولذلك نحن نراقب الوضع الآن، ولا أرى حتى الآن استجابة كبيرة من السعوديين. I'm not seeing much response yet from the Saudis, and they certainly I haven't seen any. وبالتأكيد لم أرى أي تصريحات، لكن ربما لم أقرأ المصادر المناسبة. ومع ذلك لا أرى أي تراشق أو تصريحات عدائية صادرة من الرياض أو جدة، على الأقل ليس حتى الآن. لاري، أنت محق. نعم،
لذا فإن هذا من وجهة نظر الصين على ما أعتقد قد يعني أنها تعمل خلف الكواليس لمحاولة دفع الجميع إلى التهدئة والعودة إلى مواقعهم، لأن السبيل الوحيد أمام السعودية للخروج من هذا الوضع والبقاء متماسكة من دون أن تتضرر هو المسار الدبلوماسي والتفاوض مع الحوثيين. لا يوجد حل عسكري بالنسبة لهم، ومن المفارقات أن هذا هو بالضبط الموقف نفسه الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه فيما يتعلق بإيران.